السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشتري ايه في السعودية لو انت معاك بس 100 ريال؟ السؤال ده انا هجاوبها لكم بس بطريقة مختلفة شوية. هجيب لك كل المنتجات اللي موجودة في البقالة، سواء مخللات، جبن، لحوم، اسماك، اي حاجة تتصورها هجيب لك سعرها، وانت يا سيدي اشتري اللي انت عاوزه. في ناس كتيرة جدا بتكون جاية عمرة او جاية حج، بتكون عاوزة تعرف الاسعار المنتجات مقارنة باسعار بلدها. ده ان شاء الله اللي انا هوضحها لهم. في حاجة تانية برضك، في واحد مثلا يجي يقول لك انا ايه، انا جاي السعودية. طب انا هشتغل، طب انا هفطر بكام، هتغدى بكام، هتعشى بكام؟ كل الكلام ده برضك هيتجاوب في الفيديو ده ان شاء الله. جايب لكم جميع الاسعار من الف للياء، كل حاجه ان شاء الله موجوده جوه الفيديو. وفي حاجه تانية برضك، لو مثلا في تاجر مثلا حابب مثلا يدخل مثلا منتج السعوديه مثلا، فبيعرف، عاوز يعرف مثلا، عاوز يعرف الاسعار، اسعار المنتج ده بكام في السعوديه. الكلام ده كله ان شاء الله هوريه لكم في الفيديو. اول حاجه ده قسم المخللات، زي ما انتم شايفين اهوت. الزيتون عامل كام، في بكام. ودي قسم الجبن، زي برضك ما انتم شايفين الجبن والقشطة وكل الكلام ده كله. انت بس ما عليك غير انك انت الاسعار دي بالريال السعودي، انت ان شاء الله حتى هتحولها بعملتك، سواء انت مصري، سواء جزائري، سواء تونسي، سواء مغربي، سواء اي جنسية، هتحول الاسعار ديت بعملتك. ده يا جماعة طبعا هايبر باندا بيعتبر من ارخص الاسعار هنا في السعودية. ف... فان شاء الله رب العالمين هنوريلكم كل حاجه بالتفصيل باذن الله يعني. دي الجبن، في منها جبن مصري، في جبن هولندي. هنا مثلا كاتب لك مثلا ايه ب 29 ريال الجبنه ديت السعودي، ب 18 ريال في جبنه اسطنبولي. كل حاجه موجوده كانك انت جوه السعوديه. زي قناتنا اسمها هنجيب لك العالم وانت في بيتك. ادي يا جماعة بنجيب لك ادق التفاصيل وانت قاعد في بيتك، وبتعرف الاسعار، هصرف كام في الشهر، لو جيت السعودية هتغدى بكام، هتعشى بكام. كل حاجة موجودة قدام عينيك. ده قسم اللانشون والجبن. تمام، زي ما انتم شايفين اهوت. اللانشون موجود اهوت بكام، موجود اهوت. في عروض اهيت برضك، الكيلو ب57. الحلواني في لانشون مدخن، ولانشون عادي، ولانشون لانشون ديك رومي. الديك الرومي ب89 ريال. دي جولة في هايبر باندا، وعشان تعرف الأسعار. ده قسم الحلويات، الناس تحب الحلويات. الناس اللي بتحب الحلويات بلاش تكتروا منها، عشان خاطر ايه؟ ما تخنوش، وفي الاخر تيجي يقولك احنا دخلنا وما دخلناش، في الاخر بتزعلوا انتوا. فيا ريت بقى نهدى شويه على الحلويات بقى والسكريات، عشان خاطر ايه؟ غلط علينا يعني، فنهدى شويه يعني. الناس اللي هي بتحب الحلويات قوي يعني. دي مثلا زي الاسعار هي 3 حبات بكذا، وكل حاجه موجوده بالتفصيل. تورته ب85 ريال اهي. في تورته لوتس وتورته عاديه. ودي يا جماعه زي ما انتم شايفين اهوت، بانكيك. ودي المعموله جامده جدا جدا على فكره المعموله دي، يعني انتم بصراحة جربوها على ضمانتي انا. وبعد كده قسم البانكيك. ده كله قسم الحلويات والبانكيك. ندخل بقى على قسم البسكوتات والحاجات الحلوة. العلبة ديت ب40 ريال. قارن انت الاسعار في بلدك وايا كانت جنسيتك ايه بالاسعار، ودي الاسعار بالعملة السعودية بالريال السعودي.
دي بقى قسم الفواكه او قسم الفاكهة ده في مصر. جوافة مصرية ب12 ريال. ودي كمثرى اسباني. ده الافوكاتو ده فكرة يعني جامد جدا 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 يعني، عامل 11 ريال. وده بقى الرمان المصري بقى، الرمان المصري ب3 ريال. في حاجة جامدة جدا انت في السعودية، جامدة جدا، ان تقريبا الفاكهة ما بتتقطعش في السعودية نهائي. يعني يكن مثلا في رمان، في مثلا في مصر مثلا رمان في فترة من فترات بيقطع، في السعودية ما بيقطعش نهائي. تفاح في فترة بيقطع، في برتقان في مصر بيقطع فترة من الفترات، في السعودية ما بيقطعش نهائي. ليه؟ لأن هما بيستوردوا مش من مصر بس، بيستوردوا من جميع الدول. فهتلاقي المنتجات متوفرة طول السنة. ده سعر التفاح عامل 8 ريال. واللي جنبيه تفاح أخضر ب7 ريال، منشأه أوروبا. ده التفاح عامل 6 ريال. كل حاجة إن شاء الله هنعرضها لكم قسم قسم بإذن الله. وإحنا دلوقتي بنعمل جولة في خيبر باندا. الطماطم بقى، الطماطم غالية شويتين. الطماطم عاملة 8 ريال، ولكن ساعات بتكون ب5 وساعات بتكون ب4، على حسب يعني الموسم. هو في ب6 ريال الطماطم. وفي الجزر، ده البتنجان، الناس تحب اللي هو غنوج بقى، ب4 ريال. الكوسة والأكل دوت أكل بنجالي، اللي هو الخضروات اللي فاتت دي خضروات بنجالي يعني. دي جولة في هايبر باندا، بنوريكم الأسعار وبكام الأسعار. لو أنت جاي السعودية عاوز تعمل عمرة، عاوز تقيم في السعودية، عاوز تحسب هتصرف كام في الشهر، تصرف كام في الأسبوع، معاك 100 ريال، معاك 500 ريال، بتشوف أنت الأسعار اهي قدام عينيك، واحسبها أنت وظبط ميزانيتك. آدي قسم العصاير، عصير المراعي ب8 ريال. آدي الأقسام. طبعا العصاير غلت، يعني زمان كانت العصير ده اللي هو الصغير كان ب1 ريال، حاليا بقى ب2 ريالين يعني. دي عصاير ندى والمراعي، من أشهر المنتجات في السعودية. بعد كده قسم الزبادي. ندخل بقى على قسم الجبنة. دي جبنة شيدر. هنا يعني بياكلوها بطريقة كتيرة جدا، الجبنة شيدر بالذات. ندخل بقى على الناس اللي عاوز تعمل رجيم، الكورن فليكس. أسعاره كام هنا؟ الكورن فليكس اهو، 12 ريال. وديت يا جماعة اللي ياكلها إدمان، إدمان زبدة الفول السوداني، جامدة جدا جدا جدا. يعني أنا من عشقي صراحة زبدة الفول السوداني، بصراحة بحبها جدا جدا. وبالذات ليها نكهة مخصوصة وهي في السعودية. وده قسم الشوكولاتة. قسم الحلاوة، في حلاوة بالمكسرات وحلاوة عادية. وديت الأسعار زي ما انتم شايفين، 26 ريال. في ب52 ريال النخلة. وفي بتاعت باندا ب15 ريال. انت قارن الاسعار في بلدك، قارن شوف انت هتعمل ايه، هتيجي هتصرف كام، هتحوش كام. كل دوت موجود قدام عينيك. عاوز تيجي تعمل عمرة، تعمل حجة، وعاوز تحسب الاسعار من قبل انت ما تيجي من مصر، انا جايب لك كل حاجة قدام عينيك اهيت. الناس بقى اللي بتحب الكيكة وبتحب تعمل كيكة، دي اسعار الكيكة. وديت اسعار القشطه. القشطه هناك عندهم يعني حاجه جامده جدا، خلي بالك.
دي في العشاء بيتعشوا بيها جامد جدا. القشطة ديت في ب7 ريال وفي ب4 ريال وفي ب3 ريال. والحليب، الحليب ده مختلف شوية. يعني احنا عندنا اللبن بنسميه حليب. يعني الحليب عندهم لبن عندنا، واللبن عندهم حليب عندنا. حاجة كده يعني جامدة جدا. ديت بقى الصلصة بقى بكام الصلصة؟ وأصل حاجة اللي هي اللوني دي ب12 ريال. ال12 حبة يعني تقريبا حبة بريال. الصلصة يعني انت ممكن مثلا تعمل مثلا ايه مكرونة وصلصة لو حابب مثلا، هيكلفوك مثلا فرنج 3 ريال 4 ريال. والناس بقى اللي بتحب بقى الصوص، دي أسعار الصوصات. حتى الملح برضك جايبه لكم، في ملح عادي وفي ملح انجليزي، كل دوت موجود قدامكم اهو. أسعار المكسرات ب32 ريال. أسعار البهارات أسعار بقى الفاصوليا والفول المدمس بكام؟ 6 ريال وب5 ريال وب4 ريال العلبة. أسعار الحمص، الناس بتحب الحمص، ب5 ريال العلبة. والفاصوليا بقى ديت بقى عشق عشق لليمنيين. يعني ما تلاقيش يمني إلا لازم يتعشى فاصوليا يعني، بيحبوها جدا، بيحطوها تقريبا على جميع الأكلات. لسه هدخل لكم طبعا على قسم اللحوم وقسم الدجاج. دي أسعار البيفي بكام؟ البيفي هنا اهوت ب8 ريال. أسعار التونة ب12 ريال، وفي الصغيرة ب4 ريال وب3 ريال وب2 ريال كمان تلاقي تونة ب7 ريال. والتونة جودتها يعني جودة كويسة، وفي جميع الأنواع وجميع الأشكال. هنا الحبتين ب9 ريال. دي أسعار زيت الزيتون ب29. وفي زيت السوسن في حاجات مثلا ب12 ريال و15 ريال. دي بقى أسعار الزيوت عافية. العبوتين ب70 ريال، والعبوة ب15 ريال. أسعار السمنة النباتي وفي علب عافية ب32 ريال. وفي صني وفي نور ب10 ريال. في بقى دوت الرز الرز جامد جدا ده بقى، تمام، اللي هو رز بنجابي ده جامد جدا ب40 وب50. ده أسعار بقى المكرونة. الكيس المكرونة عامل 5 ريال. دي أسعار الأندومي. الباكج عامل 35 ريال. وديت مكرونة سباكيتي الواحد عامل 10 ريال. بس دي الحاجات دي حاجات للدايت. الحاجات دي مكرونة بني وحاجات زي كده حاجات للدايت. قسم المية هنا بريال واحد بس. العبوة تقريبا دي ما غلتش. وفي بقى حاجات بيكون عليها عرض. ال 12 حبة بيكونوا مثلا عليهم عروض. كل حاجة هنا قدامكم. ده قسم العصاير برضو. وبعد كده ادي قسم المنظفات. وهدخل لكم لسه على قسم اللحمة وقسم السمك. الناس تحب اللحمة والسمك وعاوز تتغدى
وجمبري، كل ده ان شاء الله هوريه لكم. دي المنظفات. التايد عامل 20 ريال، والبرسيل عامل 20 تقريبا. التايد الصغير اهوت، والبرسيل والاريال، كل المنتجات تقريبا موجودة هنا. البامبرز عامل 129 ريال. البريل في عروض بتكون 3 و4، يعني هتلاقي عروض جامدة جدا. والاريال اهوت الكبير عامل 74 ريال. وادي الأجهزة الكهربائية، لو عاوز تشتري مايكروويف ب 300 ريال. دي تقريبا بتاعت اللي بتقلي حاجة من غير زيت. ديت جولة في هايبر باندا. ده الميكروويف. ديت مكنة المكوى، البخار، عاملة 1240 ريال. دي المكوى العادية عاملة 90 ريال، وفي عروض ب50 ريال. دي بقى أسعار المنتجات اللي هي بتكون منتجات التلاجة. ده الستريبس عامل 36 ريال، وده الهمبرجر عامل 30 ريال، وده الستريبس عامل 31 ريال. وان شاء الله انتوا اكتبوا لنا بس محتاجين ايه، وانا هوريكم جميع الاسعار اللي هي رخيصه. ده الجمبري يا جماعه عامل 16 ريال. هنا الجمبري رخيص جدا، رخيص جدا مقارنه بالدول التانية. الرنجة المصري موجودة عاملة 42 ريال للكيلو. وديت الأسماك اللي هي المغلفة. سمك السلمون ده قطعتين عاملين 30 ريال. سمك السلمون ده من الأسماك اللي هي جامدة جدا جدا جدا، يعني يعني يا ريت تجربوها فعلا، يعني سمك يستحق التجربة. وده أسعار الجمبري. في ب10 ريال تاكل جمبري، ب8 ريال تاكل جمبري، اسلق وكل يا معلم. وحتى الكابوريا ب8 ريال، اسلق وكل وعيش وظبط. دي بقى أسعار الدجاج اللي هي بنسميها في مصر الفراخ. في فراخ 1100 جرام، وفي 900 جرام، وفي 800 جرام، ابتداء من 12 ريال. وفي فراخ برازيلي، وفي فراخ صنع وطني. هتلاقي كل حاجة موجودة، وفي فراخ متبلة. أنا بس حبيت أعرفك ايه الاسعار اللي موجوده عشان تعمل ميزانيتك، لو انت جاي عمره، جاي حج، جاي تشتغل في السعوديه. كل حاجه انا بوريك اسعارها. ممكن ادي اللحمه هي عامله 14 ريال، ممكن تاكل لحمه ب 14 ريال بس. يعني انت ممكن تصرف في الوجبه. لو انت تعملها في البيت ممكن تعمل ب10 ريال، ب8 ريال هيتغدى وتظبط حالك، ب15 ريال هيتغدى وتظبط حالك لو انت تعمل في البيت. لو انت تشتري اكل من بره بيكون في رينج 20 ل25 ريال. وفي مطاعم هندية بتشتري وجبات منها ب15 ريال. ممكن تتعشى زي ما انت بقى موجود عندك اهو، تشوف انت حابب تجيب ايه او تحط ايه او تاكل ايه. جميع الاسعار انا وريتها لكم في الفيديو. لو عجبك الفيديو الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. واكتبوا لي في الكومنتات انتوا حابين ايه، وانا هجيبه لكم، وهجيب لكم اسعار ارخص حاجات في السعودية. ديت مية زمزم
ب11 ريال، بتتباع في السوبر ماركت عادي خالص. ودوت اسعار اللي هو اللانشون. فانتم لو عجبكم الفيديو ان شاء الله اتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وانا هكتب لكم لو انتم حابين حاجة معينة او ارخص محلات في السعودية انا هكتبها لكم ان شاء الله. دي قسم اللي هي العطارة، في شيا وفي سمسم وفي جميع الحاجات اللي انت تتخيلها كلها موجودة في ارض الخير، ارض المحبة، ارض السعودية.